ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بحكايه جين سارق قدرات الاموات. بس لو انت اول مره تتفرج على حكايه جين الاسطوريه فانصحك تروح تتفرج على الاجزاء اللي فاتت من على صفحه القناه، وهسيب لك برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وقبل ما ابدا انا سايب لكم كلام مهم جدا بس في اخر الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بس قبل ما نبدا حابب اشكر كل الاعضاء اللي كانوا بيدعموا القناه حتى وانا مش موجود وما بنزلش. وكالعاده قبل ما نبدا يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعني نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. شوفنا في الحلقة اللي فاتت إن جين قدر يهزم أراش أخيرا، وأخد كمان الطاقية بتاعته اللي ميزتها إنها بتزود المانا نقطة والإحصائيات نقطتين. وشفنا كمان إن ويندي ظهرت له على السفينة عشان تديله مكافأة هزيمته الأراش، واللي كانت عبارة عن عجلة حظ المهارات جديدة، والعجلة فيها 3 مستويات. وهو وحظه بقى، وحظ جين بيكون حلو، أخد مهارة بالمستوى الثالث. ومش بس هو لوحده، ده ليو أخدها هو كمان. وشفنا كمان إن جين فضل يتدرب كتير جدا بعد قتاله مع أراش لحد ما وصلت إحصائياته ل 99 نقطة، وده الحد المسموح به لمستواه. فقرر على طول إنه يتواصل مع النظام ويدخل في مباراة من خلالها يقدر يطور ويوسع من الحد ده. وبيدخل فعلا جين وبيقابل جرايند اللي بيوصله للجزيرة، ولما بيوصل الجزيرة بيهجم عليه ليليو الذئب وبيكون متسابق معاه. وجين الجاحد بيقدر إنه يهزمه، فبيقرر ليليو إنه يعمل معاه عقد صحوبية، وبيتشاركوا مع بعض في هزيمة كل المتشاركين التانيين. وبيعرفوا كمان معلومات كتير عن المباراة وعن الجزيرة لحد ما بيوصلوا للنهر، وبيظهر مجموعة من المتشاركين قدامهم بيضربوا ببعض، وده بسبب إنهم عايزين الجايزة اللي في المتجر. وبيقول ليليو لجين احنا مش المفروض ندخل ندب فيهم احنا كمان؟ فبيقول له جين لا انسى خالص المتجر دلوقتي، وخلينا نخلص على الرماه، وبعدين انا مستحيل هسيب ليهم عنصر زي ده بالسهولة دي. بس انا عندي خطة حلوة قوي هقدر اخد بيها العنصر ده وبمزاج. وليليو بيقول له شكلك فاهم يا نصة بتعمل ايه، انا معاك يا معلم. اللحظة ديت بيظهر لاعب وبيكون فاكرهم ضعاف، لكن العم ليليو وجين بيقوموا بالواجب معاه، وما بيلحقوش يفرحوا بيلاقوا حد تاني كان بيراقبهم وبيستغل فرصة محاربتهم للاعب التاني، وبيهدف على جين سهم وخنجر. بس على مين؟ ده عم جين الجاحد الماحد، بيقدر يصد كل الاسهم ديت بالسلاح بتاعه وهو بيقرب منه لحد ما بيوصل له. واللاعب في عز اندماجه مع جين بيظهر ليليو قدامه مرة واحدة وبيتخض وبيقطع تركيزه، فبيقوم جين مديهاله في وشه وهو بيقول له طير بقى من هنا يا حمادة، خليني ابدأ في خطتي. وبيقول له ليليو ها قول لي بقى هتعمل ايه؟ فبيقول له طيب بما اننا مش شايفين كل اللعيبه، واكيد في لعيبه بيراقبونا زي ما احنا بنراقب دول، ويعتبر يا جماعه ده تجسس، والتجسس حرام والله اعلم. المهم بيحدف الرمح على المبنى اللي فيه الجايزه وبيدمره خالص، وبتحصل صدمه للجميع. وجين الرخم بيقول لو مش انا اللي هاخده يبقى مفيش اي حد هياخده، صايع يلا. وبيقول بعدها ليليو يلا بسرعه من هنا عشان اكيد هم عرفوا مكاننا وهيعملوا معانا الجلاشه. لكن المفاجأة بقى إن مفيش حد من اللي كانوا بيتحاربوا بيجروا وراهم دول بيرجعوا يدبوا في بعض من تاني، وجيم بيفضل يجري هو وليليو بأقوى سرعة عندهم. ومرة واحدة بيقفوا وبيحصل لهم حالة من الصدمة أول ما بيشوفوا مبنى جديد موجود قدامهم. يا ابن المحظوظة يا فوزي. وليليو بيقول له في استغراب ده طلع فيه أكتر من مبنى، أمال الهبل دول عمالين يدبوا في بعض على إيه؟ ما علينا، انت ناوي تعمل ايه يا جين؟ فجين بيخرج سيف صغير وبيقول له بحماس اكيد هدخل، وانت بقى احرسني لحد ما اخرج من المتجر ده. فبيقول له ليليو من عيوني يا كبير. وبيدخل جين فعلا وبيتصدم اول ما بيلاقيها فاضيه، وهو بيقول ايه ده، انا اتضحك عليا ولا ايه؟ لكن بياخد باله ان في نفس الرخامه اللي شافها في اوضه المراقبه اللي كانت في الزنزانه الاستكشافيه عند قبيله الكوماكو، وبيفهم الليل على طول. طبعا لو اي حد غيره كان دخل مستحيل كان هيفهم، بس الحظ شغال ولع مع العم جين. المهم بياخد كل الجواهر الزرقاء اللي جمعها من اللاعبين وبيحطها على الرخامة، وبيظهر ليه 4 اختيارات: عايز مية بحجر واحد، عايز ماتشنج بحجرين، والله ما عارف هو قصده ايه، عايز اسهم بحجرين، عايز قنابل ومتفجرات ب3 احجار. وبيفكر جين مع نفسه شوية ولسه هيختار باليارات ال4، وبيظهر ليه اختيار واحد جديد وخاص ليه هو وبس، وهو انه يدفع 30 حجر مقابل تسريع عملية انهيار الجزيرة. بيضحك جين ضحكة شريرة وبيقول هو ده الكلام المظبوط، وأدي يا معلم. وبيحس ليليو بره بهزة أرضية جامدة جدا، وبيقول في استغراب
إيه ده؟ هو الجزيرة بتقل تاني والّا إيه؟ مش المفروض إن لسه قدامها شوية؟ وبيخرج جين قدامه بيقول له ليليو اوعى تقول لي إنك أنت اللي عملت كده. بيقول له جين عيب عليك، هو في حد مجنون غيري يعمل كده؟ خلينا نخلص بسرعة شوية. وفعلا الصيع لعبها صح لأن معظم اللعيبة وقعوا مع الانهيار. وبيظهر في السماء الألعاب النارية على شكل 8. وبيفهم جين في اللحظة ديت إن مفضلش غير 8 بس، فبيفرح وبيقول ده حلو قوي كده، دول أكيد اللي كانوا بيتحاربوا عند النهر، لما أروح أخلص عليهم بقى. لكن بيتفاجئ أول ما بيوصل بغول ضخم قايم بالواجب معاهم ومخلص هو عليهم. لا ده قاعد بيقزقز فيهم وبيتسلى بيهم كمان. وجيم بيبقى واقف قدامه مصدوم من المنظر، وخصوصا لما بيشوف قوته واحصائياته، وبيقول لنفسه هو ده طبيعي؟ ده اقوى مني بمراحل، انا ازاي هقدر اهزم الشيء ده؟ اما الغول الضخم واللي اسمه شينو فبيكون متضايق وبيقول يوه بشري تاني، ده الموضوع بقى ممل خالص، بس يلا خلينا ندوق طعمك هيبقى عامل ازاي يا بشري انت. لكن جين بيتهور ومش بيديله ولا بيدي لنفسه فرصة يفكر، حتى بيطلع يجري عليه بسلاحه وليليو بيحاول انه يحذره، بس خلاص فات الاوان. جين اصلا كل تفكيره ده انه لو هزم شينو ده هيبقى هو الفايز. التهور اخرته وحشه يا عم جين، وبيستخدم مهاره النمر التنين، لكن شينو كان ليه راي تاني وبيستخدم درع درالف الخاص وبيقدر يوقف ضربه جين. ومش بس كده، ده بيوقف ليه 3 مهارات كمان، وهم مهاره اتصال غاتشا وكومبا غاتشا ومهاره التنين الاخضر، يعني وقف 4 مهارات لجين مره واحده. وده كله بسبب الدرع بتاعه، يقدر يعطل من 5 مهارات للخصم. ايه الدرع الجاحد ده؟ لا ده كمان بيستغل صدمه جين وبيهجم عليه بسلاحه وبيقول له موت يا بشري يا حقير. وجين حتى مش بيعرف يهرب منه، بس ليليو الجاحد ذئب ومعروف عن الذئاب يا جماعه الوفاء، انا بقول اي هري من عندي. المهم مستحيل هيسيب جين يموت كده عادي، وبيطلع يجري وبيعمل شقلباظات وبيزق جين بعيد عن شينو وبياخد هو الضربه مكانه. وجين بيتضايق جدا عشانه بيهجم على شينو بالسلاح بتاعه تاني، بس ولا بتحوق في شينو بيقول له هو ده اخرك يا بشري. وبيطلع يجري جين عليه وبيهجم عليه من الجنب، فشينو بيمسك السلاح بتاعه من ناحيته وبيرزعه بالسلاح بتاعه على الارض. دي معركه خسرانه يا باشا، ده فار بيحارب دارفيل يا جماعه. المهم جين في اللحظه ديت بيطلع جوهرته الحمراء وبيضحك شينو عليه وبيقول له للدرجه ديت انت جبان وواطي هتمشي وتسيب صاحبك وراك كده؟ فبيقول له جين ومين قال لك اني همشي؟ وبيكسر جين في اللحظه ديت الجوهره بتاعته وبيبتكر جرايند، وهو بيقول له انه هياخد سرعه جرايند الخارقه لو عشان عنده مهاره الاتصال بالمستوى الثالث ومهاره اللعبه بالمستوى الثالث هتندمج مهاره السرعه الخارقه مع مهاره التنين الاخضر. بيضحك شينو جامد جدا وبقى انت اخترت انك تكمل قتالك معايا وما تهربش، هي دي حاجه غريبه منك، بس انا حبيتك جدا على فكره. لكن المفاجاه انه اول ما بيوصل عند جين بيلاقيه اختفى، فبيستغرب وبيقول انا متاكد انه هو مستحيل يكون بيستخدم مهارة سحرية. وهو بيبص جنبه فبيلاقي جين واقف فبيقول له بقى كده، بس انت برضه لسه بطيء جدا. وبيجري عليه وهو بيقول له موت بقى. وجين في اللحظة ديت بيستخدم مهارة الدمج بتاعت التنين الأخضر وبيقدر يعمل خرم في صدر شينو من قوة سرعة لف السلاح. وبيقع شينو على الأرض مهزوم ومصدوم ومش مصدق إيه اللي حصل. وجين بتجيله رسالة من النظام إنه أول بشر يوصل للسرعة الخارقة دي وقدر جسمه يستوعبها ويتفاعل معاها، عشان كده استيقظت عنده مهارة السرعة الحاكمة وهتاخد مكافأة مميزة كمان. لكن جين مش بيهتم وبيطلع يجري على ليليو عشان يطمن وليليو بيقول له ما تقلقش عليا انا هبقى كويس، برغم ان الضربه جامده بس انا عندي مهاره هتخليني اخف بسرعه مع الوقت. وجين بيزعل عليه وبيقول له بس اللي حصل لك ده بسببي. وليليو بيزعق له مره واحده وبيقول له جين حاسب. جين ما بيلحقش يحاسب وبياخد ضربه قويه جدا من شينو اللي بقدرة قادر صحي تاني، وبيرزع جين في الصخرة بيدشمله من ورا. وبيقول له ليليو وهو مصدوم ازاي انت الضربة اللي انت اخدتها من لازم تكون ميت بعدها؟ فبيقول له شينو ده بسبب مهارة الحارس بتاع البومة، ده زي غرايند كده، ميزة البومة دي انه يقدر يرجع بالوقت تاني. وبيعرفوا شينو انه رجع بالوقت للوقت اللي جسمه كان فيه سليم. فبيتعصب ليليو وبيقول له ده يعتبر غش على فكرة. وشينو بيسيبه وبيمشي وبيروح على جين وبيقول له انت يا بشري انا بسحب كلامي اللي قلته عليك قبل كده انك ضعيف، حقيقي انت لاعب مميز جدا،
وأنا استمتعت جدا بالقتال معاك، بس خلاص جه وقت النهاية، ودلوقتي هقطعك لحتت صغيرة واتغدى بيك. وبيرفع سلاحه عشان يضربه بيه، وجين خلصان خالص ومش هيقدر يدافع عن نفسه، وليليو عايز ينقذه بس جسمه مش مساعده. لكن المفاجأة بقى يا صديقي إن جين بيمسك سلاح شينو قبل ما يضربه بيه على دماغه بإيد واحدة بس، وبيقول له أنت كنت بتقول إنك عايز تاكلني صح؟ وبيبص له بكل فرحة وهو بيضحك، والفرحة والضحكة ديت سببها إن جين إحصائياته ومنته اتوسعت واتطورت بسبب مهارة السرعة القصوى اللي عملها. وطبعا الكلام ده مش بيفكركم بحاجة؟ أيوة بالظبط، مهارة اللعبة دلوقتي اتضربت كل إحصائياته في 3 أضعاف. يعني عم جين بقى في حتة تالتة خالص، ولع معاك يا صاحبي. وبيرمي السلاح بتاع شينو تقيل جدا زي ما بيرمي العصاية القش، وبيقول لشينو ها وريني هتاكلني ازاي، انا عايز اشوف. وبيتصدم شينو من هالة جين الجديدة وبيقول ايه الهالة المخيفة اللي ظهرت مرة واحدة دي. وبيقول له جين شكلك بس انا بقى عايز احسسك بنفس الاحساس. وبيفضل يضرب فيه يمين في شمال وبيشرحه حرفيا، وشينو اصلا بيكون مش لاحق يشوفه. وبيفضل جين يشلوح فيه لحد ما بيقع على الارض، وبيقول له انا بقى هخليك تندم على مهارة استرجاع الوقت اللي عندك دي. وشينو في اللحظة ديت بيترجاه عشان يقتله ويريحه، بس جين ما بيرضاش يموته وبيموت هو لوحده من العذاب. وبيروح جين على ليليو وبيقول له ليليو انت كويس؟ حصل لك حاجة؟ طيب قادر انك تتحرك؟ فبيقول له انا كويس بس مش هقدر اني اقاتل معاك. وبيخرج جوهرته من بقه وبيقول له انا هنسحب بقى. بيشد جين الجوهرة من بقه بكل عصبية وبيقول له تنسحب؟ تنسحب مين؟ مستحيل اسيبك تمشي كده، انا وعدتك انك هتترتب معايا. استريح انت هنا وانا هروح اخلص على الباقي وارجع لك، وما تقلقش مش هطول. وبيجري جين يروح يدور على الباقي، وبيظهر له غول مستخبي ورا صخرة وبيكون بيكلم نفسه وبيقول ده فاضل 6 بس، انا لازم اطلع اول ما يبقى فاضل 1 بس. وبيلمح جين وراه وبيتعدل بسرعة وبيحاول انه يتحارب معاه، بس جين بيقول له من الاخر انت عارف ان في فرق قوة كبير بينا، فالاحسن انك تستسلم بكرامتك. فبيقول له الغول ده هستسلم واوعدك اني مش هنسى الذل والطيبة دول ابدا. وبيخلص جين على الباقي بنفس الطريقة ما عدا اخر واحدة، واللي طلع الجنية بيهجم عليها وبيوقعها على الارض وبتقول له خلاص انا هستسلم. فبيقول لها جين ومين قالك اني هستناكي تستسلمي، انا اصلا في طار بايت بيني وبينكم يا جنيات. وبيبص لها بصة شريرة وبيخلص عليها على طول. وليليو في اللحظة ديت بيشوف في السماء إن خلاص ما فضلش غير 2 بس على الجزيرة، وبيعرف إن جين خلص خلاص. وبيرجع ليه جين في اللحظة ديت وبيسأله ليليو هو إيه نوع الاستيقاظ إيه اللي خلاك بالقوة دي كلها؟ بيفتكر جين مهارة اللعبة اللي اتضربت في 3، فبيقول له عادي دي مجرد لعبة. وبيشكره ليليو وبيقول له بفضلك أنت أنا أخدت مركز عمري ما كنت أحلم بيه. فبيقول له جين ده جزء بسيط من مساعدتك ليا، أنت ساعدتني وضحيت بحياتك عشاني، ودلوقتي بقى يلا بينا، وأول ما أشوفك بره هقول لك على اسمي الحقيقي. وبيطلع ليليو الجوهرة وبيقول له وأنا هستناك بره. وبيخرج وبتظهر بعدها ألعاب نارية في السماء ورسائل تهنئة لجين إنه طلع بالمركز الأول، وإنه كمان عمل حاجات جحدة جدا عشان كده هياخد مكافأة إضافية فوق المكافأة الأساسية كمان. بيفرح جدا جين وبيقول أخيرا بقيت في المركز الأول، ده أنا دايما كنت في المركز الثاني برغم كل المجهود اللي كنت بعمله. وبتجيله رسالة إنه هينتقل لمكان استلام المكافأة، وبيروح جين لقدام قصر وبيكون غرايند واقف قدامه وهو طاير من الفرحة. وبيحضن جين وبيشكره بيقول له انت فزت بجد، انت اول مشارك من عيلتنا يفوز. فبيقول له جين ايوه فزت بس انا مش قادر اتنفس، انت بتخنقني دقيقة كمان وهبقى الفايز الميت. بيسيبه غرايند وبيقول له جين كده خلاص خلصت صح؟ دلوقتي اقدر اخد المكافأة بتاعتي. بيقول له غرايند ايوه طبعا المكان ده ما يوصلش ليه غير الفايزين بس، ده انا كمان هاخد زيك مكافأة، يلا يا بطل يا همام ادخل برجلك اليمين استلم مكافأتك. بيفرح جدا جين وبيروح عشان يدخل، بس غرايند بيوقفه وبيقول له استنى عندك، قبل ما تدخل لازم تعرف ان في وقت معين عشان تستلم فيه المكافأة، ولازم تخرج قبل ما يصحى الطائر النائم. انا بحسبة بسيطة كده بوقتكم ووقتنا عرفت انه هيصحى الساعة 10 بالليل، عشان كده لازم تخرج قبل ما تدق الساعة 10. بيبص جين في الساعة بتاعته بيقول له ياه ده كتير قوي، انا لسه معايا 3 ساعات وتلت بس، قول لي لو ما خرجتش قبل ما يصحى الطائر ده ايه اللي هيحصل؟ فبيقول له غرايند هتدخل في مباراة جديدة، مباراة القاعة مع الطائر النائم، وانت لازم ما تعملش كده نهائي، لان برغم ان جوائز مباراة القاعة حلوة جدا بس انت
بمستواك الحالي مش هتقدر، وهيكون صعب جدا عليك إنك تكسب، فالأحسن إنك تخرج قبل الساعة ما تدق 10. بيشكره جين وبيدخل بكل حماس، وأول ما بيدخل بيلاقي المكان فاضي وبيستغرب، لكن استغرابه بيزيد أكتر لما بيلاقي نفسه جوه قفص وفيه عصافير صغيرة صفرة جاية عليه من كل حتة، فبيترعب جدا وبيقول هو في إيه؟ هم هياكلوني ولا إيه؟ لكن بيتصدم لما بيشوف إن العصافير بتدخل جواه، وكل ما عصفورة بتدخل جواه بتزيد ليه نقطة في إحصائياته، فبيطير على طول جين من الفرحة وبيقول لهم أيوة بقى تعالوا أكتر، ده أنا لو أعرف إن الموضوع كده كنت دخلت من بدري، بس مش مشكلة، أنا بالشكل ده أقدر أجمع 200 نقطة من الإحصائيات. النبر وحش يا عم الحاج أبوس رجليك. العصافير اللي كانت كتير في الأول بدأت تقل مع الوقت، وجين بيزهق وبيقول دول بقوا بيجوا ببطء قوي، بس أنا لسه فاضل معايا 10 دقايق، هاخد واحد كمان وهمشي على طول. وبياخد آخر واحد فعلا، بس بيتفاجئ بعدها إن باب الطائر النائم بيتفتح، وده معناه يا صديقي إنه صحي من النوم خلاص. فبيتصدم جين وبيقول ازاي ده لسه فاضل 10 دقايق، وبيبعت ليه النظام في اللحظة ديت رسالة حالة طوارئ. مباراة القاعة ابتدت، والمباراة دي صعبة جدا بمستواك الحالي، بس لو قدرت انك تفوز هتاخد مكافأة إضافية. وجيم بيلاقي نفسه متحوط بعدد كبير جدا من المصارعين العصافير، وكل واحد شايل سلاحه على ايده، وجيم بيبقى واقف مصدوم وهيتجنن وبيقول مستحيل غرايند يكون قال لي الوقت غلط، وانا متأكد ان ساعتي مظبوطة، ده انا لسه حتى شاريها قريب، بس ثانية واحدة كده انا لبستها امتى؟ وبيفتكر اول مرة لبسها لما دخل مع سيون وكانغا اول زنزانة، وكانغا عرض عليه انه يروح يشوف اخوه يوجين، وعند يوجين بقى ظهرت ويندي ووقفت الزمن 10 دقايق بسبب ان جين كان مهارة اللعبة عنده هترتفع للمستوى الثالث، وطبعا جسمه ما كانش هيستحمل ساعتها، وبيفوق وبيصوت وبيقول ده مش ذنبي انا، ده ذنب ويندي، حرام بقى، بس خلاص انا مش في ايدي حيلة ولازم اتصرف، للاسف ما كنتش حابب استخدمها دلوقتي بس هو ده وقته. وبيطلع كارت اسود تجريبي، ودي المكافأة اللي اخدها لما تخطى حدوده ويخلص على شينو، واول ما بيستخدمه بيظهر كروت كتير سودا وبيهجم عليه طائر منهم بالشاكوش الضخم بتاعه، لكن المفاجأة بقى ان جين بيقدر يصد هجومه ده بايد واحدة وبيقول له عندك يا كتكوت انت، انا مش هنكر ان دي اقوى ضربة اخدتها في حياتي، لو انا بقوتي الحقيقية لزماني كنت مدفون تحت الارض، بس ده طبعا مستحيل انه يحصل مع العم هراك، ده مستواه 299 وقدرته على التحمل 399، يعني خارق للطبيعة جدا، وعنده كمان 3 مهارات بالمستوى الثالث وهم سلاح حاد والشجاعة والقوة الوحشية، وبتاع 19 مهارة تانيين في المستوى الثاني، وبيرمي جين الطائر لبعيد بإيد واحدة وبيضرب التاني وبيستخدم مهارة الملاحظة عليهم، وبيعرف إن جسم كل طائر من دول فيه كذا جوهرة هي اللي بتديله القوة، فبيقرر إنه يركز عليها ويكسرها عشان يخلص عليهم، بس بيتفاجئ إن مكان الجواهر دي بيتحرك ومش ثابت في مكان معين، وبيقول أنا كده مش هعرف أوقفهم غير لما أعرف التعويذة اللي بيتحركوا بيها، وده طبعا مستحيل، عشان كده أنا هقطع عليهم رؤوسهم وبعدين أكسرهم، وبيخرج سلاح جديد صلب وبيفضل يكسر فيهم وفين يوجعك، وبيتصدم في اللحظة دي الطائر منهم وبيقول لا مستحيل، إزاي ده قدر يكسر جسمنا اللي معمول من الفولاذ، لكن على مين دول في حتة تاسعة خالص، برغم ان جين كسرهم مع ذلك بيتحركوا وبيهجموا عليه من تاني، فبيتحمس جين وبيقول لهم ده انتم شكلكم عايزيني احولكم لفتافيت عشان ما تتحركوش تاني ابدا، بس كده من عيوني حاضر، وبيفضل يكسر فيهم لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبتجيله رسالة تهنئة إنه كسب في مباراة القاعة، وإيمانته كلها هترجع من تاني وهياخد مكافأة، بس هيقدر يشوفها أول ما يخرج، وبترتفع كمان مستوى مانته النقطة. كل ده حمادة، والعصافير اللي خرجت تاني حمادة تاني خالص بيدخل جواه عدد كبير جدا من العصافير تاني وبتزود ليه إحصائياته، وبيروح عشان يخرج من الباب بيظهر ليه رسالة إنه هو فاز في المستوى الأول وبقى ليه الحق إنه يدخل المستوى التاني، وتقدر كمان إنك تخرج دلوقتي بس مش هتقدر تدخل تاني، فالاختيار في إيدك أنت. بيتصدم جين وبيقول هو ده عبارة عن برج من مستويات، كل مستوى ليه جايزة لحد ما أوصل للمستوى الأخير وآخد الجايزة الكبرى، وبيفضل جين يحسبها يمين وشمال ويفكر مع نفسه وبيقول ده أنا خلصت
خلصت على الطيور اللي في أول مستوى بآخر بطاقة سودا معايا، إزاي هقدر أفوز في باقي المستويات اللي هتكون أصعب؟ بس برضه فرصة زي ديت ما بتجيش غير مرة واحدة في العمر كله، وبيتوتر من كتر التفكير وبيتجنن وبيقرر إنه هيستخدم كروت غاتشا، ولو طلع ليه كارت ماسي هيكمل، لو ما طلعش هيمشي على طول. كالعادة بيستدعي ليو أليكسا على عكس المتوقع، حظه بيبقى نحس النحس يا صديقي، وبيطلع ليه 9 كروت فضية والعاشر كارت ذهبي، بس هو الحماس بيكون واخده وبيقرر إنه ينقص 5 نقاط من إحصائياته وياخد بدلهم 5 كروت ملونة. فبتروح عليه أليكسا وبتقول له أنت مش قلت لو ما طلعش ليك كارت ألماسي بمنتك هتخرج؟ بيبص لها جين بكل شر وبيمد إيديه وبيمسكها وبيقول لها أنا قلت إني لو ما طلعش ليا كارت ألماسي هخرج، ما حددتش بقى لو ما طلعش ليا بمنتي ولا إحصائياتي، مش كده؟ فيلا بينا نجرب من تاني. هو ناويها بس بيتحجج بالكارت. المهم بيستخدم أول كارت بيطلع ليه ليو تاني، فبيترعب ليو أول ما بيشوف جين بيبص له والشر مليه وبيقول له لا يا سيدي ده مش ذنبي أنا، وبعدين يفتكر كل ما بتطور أكتر أنت كمان بتتطور معايا، فبيضحك جين وبيقول له أيوه فعلا عندك حق، وأليكسا بتقول له إيه ده؟ الحق يا سيدي بص وراك كده. بيبص جين بيلاقي كارت ألماسي ظهر أخيرا، بيروح ياخده جين وبيظهر راجل عجوز اسمه هوان، وبيقول له صعب جدا إن حد يختار راجل عجوز زيي، بس أوعدك إني هغير تفكيرك عن العواجيز وهبذل كل قوتي عشان أساعدك. بيفرح جدا جين بيه لأنه من الفئة القتالية وبيتحمس وبيشكره وبيطلع يجري على الباب اللي بيدخله على المستوى التاني، لكن بيتفاجئ أول ما بيدخل إنه في مكان تاني كله خضرة وفيه تنانين طايرة في السماء، وبيقول له هوان تنانين ما تقلقش أنا عندي مهارة الرماية في المستوى التاني وصيدهم مش هيكون صعب جدا عليا. بيخرج جين سيف مانغ وبيقول له شكرا ليك يا جدو بس سيب لي أنا الطلعة دي، وبيفعل على السيف مهارة دم التنين واللي بتزود كل إحصائياته 1000% لما بيتحارب مع تنانين. يا ابن الجحدة، وبيفضل جين يحرك سيفه وكل ما بيحركه بيوقع عدد كبير جدا من التنانين، وأليكسا وهوان بيبقوا معجبين ومبهورين جدا من قوته دي، وجين بيقول لهم شكلي افورت قوي في خوفي، ده انا هخلص على الدور ده بكل سهوله لوحدي. بيحبط هوان وبيقول له شكلي ماليش اي لازمه عندك، فبيقول له جين لا طبعا ما اقدرش استغنى عنك يا جدو، يلا اخر واحد اخيرا خلصنا. فبتقول له أليكسا لا يا سيدي ما خلصناش، بص كده كل الجثث بتتجمع في مكان واحد وبتندمج كل الجثث مع بعض وبتتفعل جواهم جوهرة وبيظهر تنين كبير جدا، وبيقول لها جين ده شكل الزعيم بتاعهم، بس على مين؟ زعيم مش مهم، أنا طول ما معايا سيف مانغ هقدر أخلص عليه بكل سهولة. وبيطير فعلا على الزعيم وبينزل عليه بكل قوته، بس المفاجأة بقى يا صديقي إن التنين مش بيحصل له أي حاجة، وده طبعا بيصدم جين، وبيقول له هوان بخبرة راجل عجوز زيي إن اللي حصل ده سببه إن الزعيم هيكل عظمي وما عندوش أي دم فالسيف مش هيتفاعل معاه. بيتضايق جين بس بيستسلم أخيرا لقوة هوان وبيقول له أنا كنت فاكر إني هخلص الدور ده بقوتي لوحدها، بس يلا مفيش في إيدي أي اختيار تاني. وبيطلع القوس والأسهم وبيفضل يخرم في الزعيم لحد ما بيقدر إنه يكسره ويخلص عليه بعد معاناة طويلة، وبيقول لنفسه أنا كده مش هقدر إني أكمل، ده أنا خلصت على الزعيم ده بأعجوبة، حوار الكارت الألماسي ده مش نافع معايا خالص، أنا أقل من الكارت الأسود مش هقدر إني أكمل أبدا، حتى إني فكرت إني أستدعي فانغ في المستوى التاني وأطوره من خلال كروت غاتشا للمستوى التالت عشان أقدر أكمل بيه، بس برضه قوته مش هتكون كفاية أبدا. إيه العمل في الحصة اللي الواحد وقع نفسه فيها دي؟ بس كده يا صديقي وبكده تكون حلقة النهارده خلصت، بس يا ترى ايه اللي هيحصل مع جين؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جايه. وطبعا يا صديقي انا عارف انت هتسالني انا كنت فين كل الفتره دي، والله يا صديقي انا اخر رساله كنت سايبها على الواتس بقول لكم ادعوا لي، فاكيد كنت في ازمه كبيره، بس الحمد لله دعواتكم وصلت لي. شكرا جدا لكم يا اصحابي واخواتي كمان والله، وحابب اشكر فعلا كل اصدقائي في القناه واخواتي لان فعلا انتوا ما سبتوش دعمكم للقناه وكنتوا بتسالوا عليا كل وقت وكل ثانيه، فحقيقي بجد انا بحبكم جدا. وكالعاده قبل ما نقفل يلا بينا كلنا ناخد ثواب مع بعض ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا سلام.